ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد ومعاكم توته من مطبخ حلو. النهارده هنعمل العظمه دي كلها، والعظمه لله وحده طبعا. المحشي الجميل ده بجد هنعمله بأقل مجهود وبأقل تكاليف. بجد حكايه حكايه حكايه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لنا لايك قمر زيكم كده، وشجعوني في التعليقات قولولي استمر ولا لا، عشان نعمل الجمال ده كله. مقادير ايه؟ المقادير بتاعتنا: انا البتنجان جبت بتنجان ابيض وبتنجان اسود، وجايبه كوسه وجايبه فلفل ومنضفاهم كويس قوي من جوه. مش محتاجين يعني بالمقوار بتاعك، انا ما صورتش لان مش محتاج، كله عارف ازاي بنضفه من جوه بالمقوار وكده. نضفت الكوسه ونضفت كله. معانا دلوقتي 4 بصلات كبار وسط، يعني 4 حلوين، وكمون. معايا معلقه كمون صغيره، ما تكتريش كمون قوي، يعني معلقه صغيره حلوه قوي علشان ما يمررش معاكي، ورشه فلفل اسود، ورشه حبهان، لا حبهان لا سوري، رشه قصدي قرفه. ومعانا واحدتين مرقه دجاج، ورشه سكر نوت انا نسيت اقول. ومعانا نعناع ناشف، بيبقى تحفه، بيخلي المحشي ليه طعم تاني خالص. انا ليه حاطه في طبق لوحده؟ هقول لكم ليه. يعني دلوقتي انا مش هحط التوابل، هحط التوابل الاول. فالنعناع برضو هوريك انا هحطه في انهي لقطه بالظبط وهحطه امتى. ومعانا الرز بتاعنا حوالي كيلو الا ربع، لان كميه المحشي بتاعي يعني مش يعني مظبوطه، فاهمه؟ يعني معايا يعتبر 2 كيلو او 3 كيلو، فكيلو الا ربع حلو قوي. لو احتجتي برضو احنا بنشيل شويه صلصه على جنب من التسبيكه، لو احتاجنا رز تاني بنحط. ومعايا طماطم ضربتها في خلاط كويس قوي. ومعايا الخضره بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن كزبره وشبت، ما بحطش بقدونس، حاطه كزبره وحاطه شبت بس، ربطتين وربطتين. دلوقتي معانا حله فيها زيت على النار. معانا دلوقتي حله نشغل عليها النار، نار عاليه. والزيت بقى بتاعنا، معايا زيت يعتبر هنحط حوالي 4 معالق كبار او 5 معالق كبار، بس كفايه قوي كده. هننزل بقى البصل بتاعنا اللي هم عباره عن 4 بصلات وسط، ولا كبار ولا صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متعودين دايما نسمي الله ونذكر ربنا طول ما احنا بنعمل الاكل. نقلب فيها لحد ما تدبل شويه. احنا ليه بنحط زيت مش سمنه؟ عشان السمنه بتخلي المحشي يجلد. ممكن تحطي رشه سمنه كده صغيره، يعني عباره عن نص معلقه صغيره، بتدي طعم حلو قوي، بس ما تكلش منه. بتاعتنا دبلت وادت لون حلو كده. بص اللون، لون جميل قوي. ننزل بنص معلقه كمون صغيره، مش بالمعلقه بتاعتنا كلها اهو. جربي الحركه ديت بجد هتعجبك قوي، وهتعمل لك ريحه حلوه في المحشي وهتخليه تحفه. ومكعب مرق الدجاج واحد بس، والمكعب التاني هنحطه بقى مع التسبيكه بتاعتنا. بجد انا بعمل الوصفه دي، اعمل المحشي كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه من كتر ما انا بحب التسبيكه دي.
والدتي هي اللي علمتها لي بجد، مبقتش ابطل اعملها ابدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هننزل بقى عليها دلوقتي الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. والدتي بتقول لكم الشتاء اهو داخل علينا وهيبقى جميل في الشتاء مع بعض دايما. اللي احنا بنستنى الصلصه بتاعت الطماطم لما تغلي، وبعد كده بننزل التوابل بتاعتنا. اول ما تغلي هننزل. دلوقتي بعد ما الصلصه بتاعتنا اتسبكت، انا اول ما الصلصه غليت رحت منزله عليها التوابل بتاعتي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي معلقه كمون صغيره ورشه قرفه ورشه بهارات صغنونه كده دلوقتي بقى هننزل بالرز بتاعنا. انا نزلت كيلو ربع رز بتاعي. انا ما بغسلش رز المحشي، لان لو غسلتيه هيبقى طري، ولما يبقى طري انت لسه هتحطيه على النار ولسه يعني لسه كتير. انا ما بغسلوش، بس بجيبه من اجود الانواع، يعني بجيبه نوع نضيف قوي. ننزل بقى الخضره بتاعتنا اللي هي عباره عن كزبره وشبت اول عن اخر. حطيت ربطتين وربطتين زي ما قلت لكم. نقلب بقى كويس كده قبل ما ننزل الصلصه بتاعتي اللي هي التسبيكه. واول ما اتسبكت طبعا واتشربت كده شويه قفلت عليها. نعمل كده اهو علشان الرز يبقى واصل لكل واحده خضره. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصي كده اهو. هننزل بقى دلوقتي بالخلطه. انا شلت طبق زي ما قلت لكم كده عشان لو الرز قل مني او حاجه اعمل احط شويه رز او احط شويه خلطه من هنا واكمل. يا لهوي على جمال الريحه، بسم الله ما شاء الله، تحفه 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 تحفه. مش قادره اوصف قد ايه كتر ما هي ريحتها حلوه قوي. انا بحب اكل رز المحشي ني، معرفش مين زي، لو انتوا زي قولولي تحت في الكومنتات. بجد بحبه ني قوي، بحس اللي بيبقى طعمه لذيذ قوي كده. بجد جميل جميل جميل. هننزل بقى بالنعناع بتاعنا اللي هو النعناع الناشف زي ما قلتلك في اول الفيديو، وقلتلك هقولك انا بحطه فين. فوقه قوي كده بيخلي طعم المحشي حكايه. جربيه وان شاء الله مش هتبطلي تعمليه كده. بجد مش قادره اقاوم الطعم فلازم ادوق. جميل جميل قوي، بس محتاج ملح. هحط كده اهوت. دلوقتي انا معايا حله على قد بالظبط، يعني مش يعني اكبر من المحشي اللي معايا. حله هي كبيره بسم الله ما شاء الله، اكبر من كميه المحشي اللي عندك بتختاري حله اكبر. وقطعت فيه طماطم بالشكل ده، ممكن تقطعي جزر، ممكن تقطعي بصل، على حسب المتوفر عندك. انا عايزه يعني هكتفي ان انا احط طماطم بس. دلوقتي بقى هنحشي بقى دلوقتي. هحشي الاسود الاول. بجد انا بحب طعمه قوي فمش قادره اقاوم. تاكدي ان مفيش رز طالع. بصي احنا بنملهوش كله، يعني لحد الحته دي كده مثلا
بنملاه، انما ما بنملاهوش لاخره. انا بحب انيمه، فاهمه ازاي؟ اوريك ازاي نيمه بالشكل ده كده بيستوي احسن، لكن لما تبقي موقفاه مش بيستوي قوي، بتبقى الحته اللي من تحت مستويه، الحته اللي من فوق لا. كمل بقى الكميه بتاعتي. دلوقتي خلصت كميه الاسود كلها، هعمل بقى البتنجان الابيض. ما بنملوش للاخر. في دلوقتي من ساعه ما ابتديت وانا عماله اكل في الرز، بجد طعمه حكايه. بصي انا مش بملاه للاخر، بملاه لحد الحته دي كده. بصي اهو مش مليان للاخر. رصيت حله المحشي بالشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شوربه، هي كوبايات صغيره، عباره عن يعني حوالي 4 كبشات او 5 كبشات بالظبط. الصلصه بتاعتنا اللي احنا كنا شايلينها، وقلنا لو احنا نقص مننا مثلا رز علشان المحشي او كده، ما نقص مني انا زاد مني. وبرده في نهايه الفيديو هقولك انا بعمل ايه بالرز اللي بيفيض مني، يعني الرز اللي بيتبقى انا بعمل بيه ايه، هقولك في نهايه الفيديو. دلوقتي حطينا اهو الصلصه بتاعتنا اللي هي بتاعت المحشي. انت حتى لو انت مش ما عندكيش الصلصه دي او ما شلتيش، حطي صلصه اللي هي بتاعت البطرمانات او اي حاجه اللي موجوده عندك استعمليها. صلصه مكرونه، اي صلصه عندك خدي منها معلقتين بالظبط. هننزل بقى دلوقتي الشوربه بتاعتنا. دي شوربه فراخ بعملها بجد تحفه، حكايه حكايه حكايه. لو عايزين تعرفوا انا بعملها ازاي هوريكم تحت في صندوق الوصف انا عملت ازاي الفراخ بالصوص بتاعها. هتلاقي الفيديو مكتوب الفراخ بالصوص القمر بتاعها، وهتلاقوه تحت في صندوق الوصف، هسيبهولكوا تحت. بعملها من الالف للياء، جميلة جدا جدا جدا. احنا مش هناخد ده دلوقتي، هنركنه على جنب، هنشوف احنا محتاجينه ولا لا. ومعايا الزيت بتاعي، وهنجيب مكعبين مرق الدجاج. هندوبهم هنا كويس قوي، متحطهمش على المحشي كده على طول علشان ما يبقاش طعمها وحش منك وتقعد تكتل في بق اي حد. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى دلوقتي بيها على حلة المحشي. بسم الله ما شاء الله، يا رب زيد وبارك. 4 كبشات شوربة زي ما قلنا. بصي اهو احنا بقى ايه، انا وقعت في البتاع دوت وقعت في العيب ده. اهي مرقة الدجاج. بصي انا عملت بقى حسابي ليه شلت الشوربة على جنب عشان الحوار ده. نكحتها كويس اوي كده. الشوربة بتاعتنا اللي احنا شلناها اللي هي بقية ال5 كبشات بتوعنا. بقى نفرك فيها، فركتها اهو الحمد لله لحد ما دابت خالص دوب كده. سيبيها بقى. بصي احنا بننزلها تحت مع الشوربة علشان الشوربة لما تقعد تغلي تفركها معاها. وننزل الزيت حوالي معلقتين كبار، ورشة نعناع ناشف، وهنحطه على نار عالية، واول ما يتشرب تقومي موطية عليه. دلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو مع العظمة دي كلها، والعظمة لله وحده طبعا. بجد حكاية 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 حكاية. والمحشي ده يبدوب كده حكاية تانية خالص. عملت بقى الفراخ ديت بالصوص الجبار، لو عايزين تعملوها وعايزين تعرفوا انا عملتها ازاي، بجد طعمها تحفة. عايزين تعرفوا انا هسيبها لكم تحت اللينك في صندوق الوصف، وهسيبه لكم في التعليقات.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك ولا التعليق القمر اللي شبهكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.